السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي. يا رب تكونوا بخير ويا رب دايما فيديوهاتي تعجبكم. ده أول فيديو يطلع معاكم على القناة، تمام؟ هو بإذن الله بنتكلم على أمراض الحمام وعلاجه. بالنسبة للناس كتير كلمتني، أبو زياد الدور شغال، البرد شغال معانا، حاجات كتير مزعلانا. في حقنة يا جماعة اسمها سيفوتاكس. الحقنة دي جميلة جدا، بيتاخد جرام، تمام؟ هي بتتحل في 3 جرام أو 5 جرام. بيتاخد جرام في الصدر بتاع الفرد الحمام. ده كويسة جدا وفعالة جدا 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 بالنسبة للبرد، بالنسبة للكشاشان، بالنسبة المفاصل. الحقنة دي إيجابية، أنا جربتها وجابت معايا نتيجة على فكرة. حاجة تانية دي بقى مفيدة بالنسبة للطبيعة، اللي هي بصل، توم، خل، ليمون. احنا بنجيب نص بصلة، 4 فصوص توم. هي على كميات صغيرة، احنا ما بنتكلمش دلوقتي على كميات كبيرة. نص بصلة، 4 فصوص توم، نص ليمونة، معلقة خل صغيرة، تمام؟ كويسة جدا 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 وهتعجبكم. احنا بنعمل الحاجة دي بنضربها في الخلاط. النص بصلة، ال4 فصوص توم، النص ليمونة، معلقة الخل الصغيرة، بنضربهم مع بعض في الخلاط. بعد كده بنشيل التفل اللي بيطلع، احنا ما بنحطش فيه مية، بنشيل التفل اللي بيطلع دوت. بناخده كده بنحطه على الخلطة، بندربه في الأكل بتاع الحمام. ده فعال جدا، انت بتدي مضاد حيوي، بتدي مضاد اكسده، بتدي رافع مناعه، بتدي مطهر معوي. حاجه جميله جدا جدا جدا، جربوها وهتعجبكم على فكره قوي، لان انا جربتها وعلى فكره شغال بيها وجميله معايا. تاني نقطه، الفلاجين. الفلاجين مطهر معوي مش في جميع الاوقات. بالنسبه للفلاجين، الفلاجين مطهر معوي مش في جميع الاوقات يا جماعه، لان هو بيضعف من صحه الفرد. في حاجه تانية، بندكس. بندكس دوت للفرد اللي هو بياكل وما بيبانش عليه اكل. يعني ايه بياكل وما بيبانش عليه اكل؟ مهما ياكل بيرفع. يعني مهما ياكل بيرفع، تمام؟ دوت احنا بنديله بندكس. بندكس ديت شرب الديدان، بتطرد الديدان اللي في الجسم، لان بتبقى الديدان مسيطرة عليه ومبهدله الفرد، يعني ما بيعرفش اللي هو بمعنى اصح مهما ياكل ما بيبانش عليه. دي كويسة جدا يا جماعة، برضو عن تجربة. للحمام اللي ياكل 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 وصحته ضعيفة، دايما في النازل، مفيش صحة باينة عليه. جربوها وهي مفيدة جدا على فكرة. في حاجة تانية، محلول معالجة الجفاف. محلول معالجة الجفاف ده بيتحط في المية، بيتفضى الكيس. للحمام اللي صحته همدان. للحمام اللي صحته همدان، محلول معالجة الجفاف دوت بيبقى الفرد عنده زي نقص في المية او مش قادر يكمل، بيشرب ميه كتير، بنديله محلول معالجة الجفاف. لان في حمام كتير بيشرب ميه بتقلب معاه سالمونيلا بعد كده. السالمونيلا ديت اللي هي اول خطوط الروشه. اديله محلول معالجة الجفاف، ده كويس جدا. انا قلت اطلع معاكم نفضفض شويه، دي اول حلقه ليا على القناه عندي، فقلت لازم ان احنا نفضفض ونتكلم مع بعض شويه في اي حاجه تخص الغيه. طبعا أنا بشكر اخواتي ومتابعيني جدا جدا جدا، وده شرف ليا وحاجه كبيره ليا، وباذن الله معاكم هتكبر. ودي حاجه كبيره عندي، يعني ان شاء الله ان شاء الله انا مستمر. عروض كتير، مميزات كتير. باذن واحد احد انا بقدم عروض كويسه جدا في رمضان للناس اللي هي اتعاملت مع عمرو ابو زياد. بقدم عروض كويسه جدا جدا جدا. بطلع هدايا لله، ما بحسبش عليها على فكره يا جماعه. بطلع هدايا كويسه، وان شاء الله الصفحه تنول اعجابكم. بنحاول على قد ما بنقدر اللي احنا نسعى ونجتهد اللي احنا نجيب حامتين بسعر كويس. انا الفكره معاه كلها اللي انا ماليش دعوه بحد. يعني انا ليا سعري، ده رتم انا ماشي عليه. ده رتم يا جماعه انا ماشي عليه. هي ده عمرو ابو زياد. يعني ممكن في ناس بتعرض وليكن الكنيزر القص ب 100 جنيه، انا شايف اللي هو يستحق معايا 60 جنيه. فانا مش بضر حد، هو كل واحد ليه رزقه، بس انا بحسبها نسبه وتناسب. في اللي ما يقدرش يشتريه بالمية، انا بديهوله ب60. انا ما بزعلش تجار، بالعكس انا بحب التجار جدا، لان انا تاجر، انا مش غاوي. بس في نفس الوقت براعي ربنا في السعر، ما بحبش ازعل حد مني. بدي كل حاجه سعرها. انا شايف الشقلباز الجوز يعمل 80، ناس تانية شايفه الجوز يعمل 150. دي حاجه ترجع له ما ترجعليش، انا بعرض اللي يتناسب مع مجهودي، او بمعنى صح زي ما جت.
في بول انا عرضتها الجوز ب 300 جنيه، وفي بول انا عرضتها الجوز ب 1000 جنيه. بس مراعي ربنا في السعر برضه. الجوز ابو 1000 جنيه بيعمل بره 2003 على فكره. الجوز ابو 300 جنيه بيعمل بره 600 جنيه و500 جنيه. اللي بقدر اقلل سعره ربنا يعلم بقلله، اللي ما بقدرش اقلل سعره دي خارج عن ارادتي لان مش بمزاجي. طبعا الاسعار طلوع ونزول، وناس معلش بتبقى متمسكه معايا في فرد الحمام. انا كل يوم قدامي غيه، كل يوم قدامي بيعه، كل يوم قدامي مجموعه. طبعا بشكر جمال وبشكر يوسف وبشكر محمد العناية طبعا اخويا الكبير. احنا مستمرين وبنحاول بقدر الامكان اللي احنا ننجح، وبيكم باذن الله هنجح. بنحاول بقدر الامكان اللي احنا نوفر لكم حاجه بسعر مناسب. يعني دايما امسك يوسف وامسك جمال وامسك العناني. يا جماعه احنا سعرنا ملناش دعوه بحد، لينا سعر مميز، لينا شغل مميز. ده اساس القناه وده اساس النجاح. يعني انا والله نجاحي سعري، فانا ماشي بيه وريتمه معين ماشي بيه في حياتي وماشي بيه في دنيتي. فبشكر كل بني ادم محترم بيتابعني، وبشكر كل بني ادم محترم عايز عمرو ابو زياد يستمر. انا بحاول بقدر الامكان ان انا استمر بسعري، وباذن الله باذن الله هكبر بيكم عروض كويسه جدا الايام الجايه ديت. بحاول بقدر الامكان ان انا اوريكم حاجه مميزه، اعمل لكم شكل مميز، اعمل لكم سعر مميز. طبعا دعوة كل واحد بتوصلنا على فكرة. يعني الله يبارك لك، ربنا يصلح حالك، ربنا يزيدك. دي بتوصلني لتوفيق كبير قوي. بالنسبة لنقطة السعر، والله 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 أنا نفسي أعرض الجزء ب20. مش هقول أكتر من كده. يعني أنا أمنية حياتي أنا أعرض الجزء ب20. بس الفكرة أنت راجل شاري غالي، أنا لما بروح لك بلاقيك شاري غالي. يعني ما بنتفقش مع بعض أو ما بيحصلش نصيب مع بعض. فبخش اللي انا مثلا اشوف ناس قريبه مني. يعني انا بخش بعك نظرات مثلا الجوز ب 100 جنيه، صاحبها يقول لي يا ابو زياد هدوم لك ب 80 جنيه. طب انا بعرض ب 60، فبقول له معلش والله انا اسف مش هينفعوا معايا. في زواجل بتتعرض قدام الجوز ب 150 وب 200. ده مش تقليل من سعر الحاجه، بس انا باخد اللي يتناسب معايا في شغلي، او اللي يتناسب معايا اللي انا اقدر اعرضه بسعر مناسب استمر بيه بسعر انا. بالنسبه للصوافات عرضنا ب 300، عرضنا ب 200، عرضنا ب 150. ده توفيق ان مثلا واحد بشتري المجموعه كلها بقسمها انا على مزاجي، مش تقليل من سعر حد. بس المجموعه بيبقى فيها وليكن 4 5 حتت صوافات، انا مضطر ان انا اعرضهم بالسعر ده، لان معلش مش لازم اكسب الضعف ولا الاثنين ولا الثلاثه. ناس كتير عاملتني وناس كتير طبعا بشكرها بيدوني دفعه للامام. ده فضل كبير ونعمه من عند ربنا، اللي انا بحاول استمر على قد ما اقدر. بحاول ان انا اعمل مجهود كبير ان انا اجيب حمامتين بسعر مناسب. بشكر كل الناس اللي بتقف في ظهري وبتدعمني. ده فضل من عند ربنا كبير، الحمد لله والشكر لله. بحاول استمر بمحتوى غير المحتويات اللي حضراتكم كلكم بتتفرجوا عليها. بحاول ان انا اعمل شو اعلامي او خط جديد. طبعا الناس اللي هي دخلت وقالت لك ابو زياد بيعمل عروض وهميه او غير وهميه، عملت فيديو على صفحه العنان. انا ما كانش يلزمني اللي انا اعمله، بس عملته احتراما للناس اللي هي تقديرا للناس اللي انا اتعاملت معاها في شغلي. انا ماليش اللي انا اقول لك انا ببيع لفلان وببيع لعلان. انا ليا شغلي، انت ليك رزق معايا هتاخده. تمام. انا بقول الجوز ده ب 60 جنيه، الفرد ده ب 20، الفرد ده ب 30. ليك رزق معايا هتاخده. طب مالكش رزق هي غصب عني مش بمزاجي، لان حضرتك مش اول واحد ترن عليا. بالعكس انا بيترن عليا الحمد لله والشكر لله 1000 رنه في اليوم. تمام. بكنسل معلش العرض اتباع، فبكنسل بريحك. تمام. بحاول بقدر الامكان اجري اشوف عرض تاني وعرض تالت وعرض رابع وعرض خامس اللي انا اقدمه بسعر مناسب. فاحنا ان شاء الله مستمرين، ان شاء الله بنحاول ان احنا نجتهد، ولكل مجتهد نصيب. بشكر اخواتي اللي في ظهري دايما، بشكر اخواتي اللي بتعليقاتهم بتجيب ايجابي معايا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في عروض مميزه جدا، ان شاء الله في شغل كويس جدا جدا جدا. هبدا الفتره الجايه باذن الله باذن الله اعمل شغل جديد، شو جديد، دنيا جديده خالص. ضغط على الناس اللي معايا اللي بشتغل معاهم، عايزين يا جماعه نقلل في السعر اكتر من كده. انا عايز حمامه بسعر اقل من كده، عايز اوصل لحمامه بسعر اقل من كده. انا عايز الزبون اما يشتري مني حمامه، اما يجي يطلع منها ويبيعها يبقى مرضي. لو هيطلع بنفس السعر اللي انا اديتها له انا ما ظلمتكش، بالعكس انا
فرحان جدا 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 اللي انت طلعت بسعر تناسب معاك. وطبعا ده اول فيديو، وبرضه هشكر اخويا الكبير محمد العناني، ده ليه فضل عليا لان احنا اخوات طبعا من زمان. يوسف حبيبي، جمال ابو مليكه، رضا ابو منه، الناس اللي متابعاني كلها على دماغي وشرف ليا كبير. وباذن الله باذن الله باذن الله انتظروا عروض مني جامده قوي 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 قوي. وتحياتي ليكم، عمرو ابو زياد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.